الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. حياكم الله إخواني الأكارم. أسأل الله تعالى لنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، إنه ذو الجلال والإكرام. لقاء طيب مبارك حول عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. وانتهى بنا المقام عند ذكر فضائل ومناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته من النساء، وانتهى بنا المقام عند ذكر فضائل زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. واليوم إن شاء الله تعالى يقوم اللقاء حول ذكر فضائل أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسودة رضي الله عنها هي سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر بن مالك بن حسن، ويقال حسين بن عامر بن رؤي. أمها الشموس بنت قيس ابن زيد بن عمرو بن لبيد بن فراش ابن عامر بن غن ابن علي ابن النجار. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة، وقبل العقد على عائشة، على اختلاف بين المؤرخين أنه تزوجها قبل العقد عليها أو بعد العقد عليها، لكنه لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج سودة رضي الله عنها أم المؤمنين إلا بعد موت خديجة رضي الله عنها. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وهي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانفردت به، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم، انفردت به نحو من 30 أو أكثر حتى دخل بعائشة رضي الله عنها. وكانت سودة رضي الله عنها سيدة جليلة نبيلة ضخمة، وكانت أولا عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو العامري، وقد وهبت يومها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت يومها لعائشة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. وأم المؤمنين سودة بنت زمعة وردت لها مناقب كثيرة دلت على جلالة قدرها وعظم منزلتها ورفعة شأنها رضي الله عنها وارضاها. فمن هذه المناقب أنها رضي الله عنها كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: وأخرج ابن أبي عاصم من طريق يحيى القطان عن محمد بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت: لما توفيت خديجة قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص امرأة عثمان بن مظعون قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة: أي رسول الله ألا تتزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: بنت أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. الحديث. فسودة رضي الله عنها من متقدمي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والمتبعين له. قال ابن سعد في الطبقات: وأسلمت رضي الله عنها بمكة قديما وبايعت، وأسلم زوجها السكران بن عمرو، وخرجا جميعا مهاجرين إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية. ومن مناقبها رضي الله عنها أنها أهدت يومها للنبي صلى الله عليه وسلم، وآثرت يومها في القسم حبا وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلته لعائشة رضي الله عنها إيثارا منها لرضا النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها.
غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن كبر سنها رضي الله عنها. ومن مناقب سودة رضي الله عنها أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها، فقد روى مسلم إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاكها من سودة بنت زمع من امرأة فيها حدة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة. قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. قال النووي رحمه الله تعالى: وقولها من امرأة، قال القاضي: من هنا للبيان واستفتاح الكلام. ولم ترد عائشة رضي الله عنها عيب سودة بذلك، بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة، وهي الحدة بكسر الحاء. فكأنها وصفتها بالحدة يعني بقوة النفس وجودة القريحة، أن تقصد المعنى سيئا في هذا. قال ابن الأثير في النهاية: كأن عائشة رضي الله عنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها. ومسلاخ الحية جلدها، والسلخ بالكسر الجلد، والسلخ بالكسر الجلد. فكأنها تمنت أن تكون في مثل هديها وطريقتها وسمتها رضي الله عنها. هذه الأحاديث اشتملت على بيان فضل أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يبين وجه الفضل في هذه الأحاديث. قال: فلما توفاها الله، يعني خديجة، تزوج بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سودتها بنت زمعة رضي الله عنها، وكبرت عنده وأراد طلاقها. وهذا الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد طلاق سودة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الأحاديث اختلف العلماء في صحتها لكنه لم يثبت. قيل أنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلقها، وهذا لم يثبت على التحقيق، وإنما وهبت يومها محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له وإيثارا لمقامها معه، فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها وهي راضية بذلك، تؤثر رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رضاها. ومن مناقب سودة رضي الله عنها أنها كانت من محب الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وقد روى ابن سعد بإسناد إلى محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى سودتها بغرارة من دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمر، يا جارية بلغيني القنعة. قال: ففرقتها. وسودة رضي الله عنها توفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال ماتت سنة 54 في خلافة معاوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرضى عن أهل بيته وأصحابه ونسائه صلى الله عليه وسلم وذريته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبهذا في هذا المقام في الإيمان والإسلام في ذكر فضائل أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها. اللقاء القادم إن شاء الله تعالى
نستعرض بعضا من فضائل أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. إلى ذلك اللقاء نستودعكم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله.